لو وصلت ل 1200 سعر ولسه ما وصلتش للوزن المثالي، ادخل انظمه تانية. لو وصلت ل 1200 سعر في اليوم ولسه ما وصلتش للوزن المثالي، الموضوع محتاج تخطيط شويه، بدل ما تقلل اكلك اكتر، لان 1200 سعر حراري يعتبر الحد الادنى الامن لمعظم الناس، وقلته اكتر من كده ممكن تضر صحتك وتبطل لك الحرق. واحد، ليه الوزن اساسا بيثبت؟ جسمك بيحس انه في حاله جوع لما السعرات تقل جدا، وده بيبطئ عمليه الحرق كطريقه دفاعيه. ممكن كمان يكون في عوامل زي قله النشاط البدني او نقص النوم او التوتر او مشاكل صحيه. طيب تعمل ايه بدل ما تقلل اكلك؟ واحد، جرب حاجه اسمها الريفيد داي او تدوير السعرات. يوم او يومين في الاسبوع زود سعراتك شويه، 200 او 300 سعر اضافي من اكل صحي زي البطاطا او الرز. ده بيخلي جسمك يحس بالامان ويعيد تشغيل الحرق. اتنين، زود نشاطك البدني. لو مشيت 30 دقيقة زودهم ل 45 دقيقة، أو جرب رياضة جديدة زي تمارين مقاومة أو تمارين عالية الشدة. الرياضة طبعا بتزود الحرق وبتساعد على شد الجسم. رقم 3، ركز على البروتين. البروتين بيساعد على الشبع وبيحافظ على العضلات أثناء الدايت. خلي وجباتك تحتوي على مصدر بروتين في كل مرة زي البيض أو الفراخ أو التونة. رقم 4، راجع أكلك. ساعات الوزن بيثبت لو بتلخبط في الحصص بدون ما تاخد بالك، زي الاضافات البسيطه، زيت زياده، مكسرات كتير، او كميات اكبر من اللازم. رقم 5، ركز على شرب الميه. الميه بتساعد على طرد السموم وتحسين الحرق. اشرب على الاقل 2 ل 3 لتر من الميه يوميا. خلاص. ادخل نظام جديد ولا لا؟ ممكن تغير في نظامك. لو مليت او جسمك تعود، جرب انظمه زي مثلا الصيام المتقطع. تاكل في عدد ساعات معين زي 8 ساعات وتصوم باقي اليوم. خلاص. او تستخدم مثلا نظام عالي البروتين يكون في تركيز اكتر على البروتين وتقلل من النشويات. ممكن تستخدم الكيتو او اللو كارب دايت، بس لازم تحت اشراف لو مش متعود عليه. الخلاصه، ما تقللش اكلك عن 1200 سعر، بل ركز على تحسين النشاط واعاده تشغيل الحرق وتجديد نظامك بشكل ذكي. لو عجبك المحتوى ادعمني بلايك وشير، ولو عندك اي تعليق ابعت لي في الكومنتات، ولو عندك اي استشاره ابعت لي على الواتساب او على الخاص. السلام عليكم، يومكم جميل.